أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المغرب سيستضيف الاجتماع المقبل بين رئيسي حكومتي المغرب وإسبانيا أواخر يناير المقبل أو بداية فبراير. وقال بوريطة خلال لقائه اليوم الخميس 24 نونبر في برشلونة بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على هامش مشاركته في المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط إن اجتماع الحكومتين سيشكل فرصة سانحة بالنسبة إلى رئيس الحكومة الإسبانية للقاء جلالة الملك محمد السادس. وأكد وزير الخارجية أن العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد وطيدة وقوية في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المغرب وإسبانيا يقدمان نموذجا ناجحا للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وقال بوريطة أن تعاون هو قصة النجاح الوحيدة للتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية على صعيد المنطقة المتوسطية، مؤكدا أن الرباط ومدريد يباشران هذا التعاون كدولتين مسؤولتين تأخذان بعين الاعتبار مقاربة حازمة في مجال الهجرة عبر تطوير الهجرة الشرعية وحماية المهاجرين ومكافحة شبكات المهربين. واعتبر الوزير أن هذا التعاون قدم الكثير ليس فقط لأمن المغرب وإسبانيا بل لمجموع المنطقة، مشددا على ضرورة تعزيز وتوسيع نطاق هذا النموذج وارتباطا بموضوع الهجرة النظامية. جدد المسؤول الحكومي التأكيد على أن أحداث مليلية لم تكن عادية ولا عفوية لأنها كانت عنيفة للغاية، مبرزا أن المغرب حاول التعامل معها بطريقة مسؤولة دون تساهل في شبكات الاتجار بالبشر. وخلال اللقاء ذاته جدد بوريطة التزام المغرب بجميع نقاط الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا، والتي تشمل إعادة فتح الجمارك في مليلية وإنشاء أخرى جديدة في سبتة. يشار إلى أن الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب لم يعقد منذ سنة 2015، فيما شهدت العلاقات بين البلدين خلافات دبلوماسية كبيرة بعد استقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو للاستشفاء في أراضيها. ووقع المغرب وإسبانيا في أبريل الماضي اتفاقا مشتركا ينهي الأزمة ويمهد طريق لاستئناف اجتماعات رفيعة المستوى بين البلدين كانت قد توقفت منذ سنوات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.